بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على طبقة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحية طيبة وبعد. أخوتي الأعزاء، إن شاء الله النهاردة هشرح لكم طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة وبدون أي برامج، يعني إنك أنت إزاي تعمل أي اختصار على الديسكتوب أو على سطح المكتب لأي حاجة في الكمبيوتر عندك، سواء برنامج أو قرآن أو أغنية أو أي حاجة تانية بحب تتابعها. افضل من انك تلف اللفة بتاعت انك انت تدخل ماي كمبيوتر وتختار السي او الدي او تخش على حاجة انت عايزها. فالنهاردة هنجيب طريقة سهلة وبسيطة جدا، وهي انك انت تيجي في اي مكان فاضي في الديسكتوب هنا، تضغط تك اليمين وتختار كلمة نيو، تجيب كلمة شورت كات، تنتظر لحد ما تفتح لك الواجهة، تنتظر الواجهة دي. تمام، تضغط على كلمة بروس، هتفتح معاك كل حاجة في الكمبيوتر. هنضغط على كلمة ماي كمبيوتر على علامة الزائد دي، أو ضغطتين على كلمة ماي كمبيوتر، تفتح قدامك السي والدي والاي والاف كل البارتيشنات اللي عندك. هنضغط مثلا على الدي، اختار مثلا نختار مثلا القرآن. لو حبيت أضيف قرآن كل ما يشمل مجلد داخله أو مفرعاته، سي وأحاديث ووضعية دينية وعشر مرشدين وجنة، كل حاجة أنا حطيتها في ملف القرآن، حطيت على كلمة أوكي مباشرة. لو عاوز حاجة معينة فيه مثلا زي السي دي، حطيت على كلمة سي دي. تمام، أنا عاوز دلوقتي أفضل مثلا إن أحط كلمة قرآن، هضغط كلمة أوكي، اتحطت هنا في المربع ده. هنضغط بعدها على كلمة نيكست. بعد كده هتجيب لك مربع تاني ظلل عليه كلمة القرآن اللي هي انت اخترتها، ملف الفولدر اللي انت اخترته مكتوبة كلمة قرآن. عاوز تغيرها مفيش مشاكل، عاوز تسيبها زي ما هي مفيش أي مشاكل. تعمل لها كلمة فينيش. تمام كده، خاصية اتعملت وانتهت. كده هنا قدامكم اهي بتاعت الاختصار بتاعت قرآن. ضغطنا على دبل كليك هتتفتح معانا زي ما بتفتحها من الكمبيوتر او المسار بتاعها وانت بتفتحها. هذه الواجهة بتاعتها. اتمنى ان الشرح يكون موفق وجميل، يكون عجبكم وعجبكم الشرح بتاعنا. يا ريت تشرفونا على صفحتنا الدينية في الفيسبوك باسم هيا بنا الى مدرسة حضرة محمد صلى الله عليه وسلم، او حبيتوا اي استفسار في الكمبيوتر وقدرت ان انا اساعدكم فيه، شرفونا برضه فيه بسؤالكم. الشخص برامجه مهمة. أتمنى أن يكون الشرح وافي وجميل، مع خالص تحياتي أخوكم رمضان فتحي، مصر السراج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.